أهلا وسهلا بك أبونا دانيال شمعون في هذه المقابلة الجديدة الرابعة حول مفهوم القانون في الغرب وفي الإسلام. جدا سعيد بلقائك وتجديد الحوار بيننا. أظن أن عندك ملاحظة أولية، فتفضل. نعم، شكرا أستاذ سامي على إعطائك الفرصة هذه أنه نتقابل معك ونوجه بعض الأسئلة، بعض الملاحظات. وأنا سعيد جدا ويشرفني كثير هذا الأمر هاي. وأنا كنت فقط أن أعبر عن شكري وعن امتناني وعن إعجابي أنا شخصيا وكثير من أصدقائي الذين طبعا نتحدث سويا بهذه الأمور ونذكرك دائما، وجميعهم معجبين حقيقة بقابلياتك العلمية والمعرفية اللي عندك، نعم بالإمكانية الجسمية والذهنية الكبيرة التي عندك. حقيقة معجبين نحن كثير وبكل الكتب وبكل هالشروحات اللي قدمتها أنت عن الإسلام، ولكن مو فقط عن الإسلام، أنت تتكلم أيضا عن التوراة وتتكلم أيضا عن الإنجيل وعن الأديان بصورة عامة وعن الثقافة بصورة عامة، عن الفكر الإنساني بصورة عامة وتغنيه وتثريه طبعا. ونحن جدا جدا ممتنين ويشرفنا هذا ويسعدنا وسعيدين أنه تعرفنا عليك الحقيقة. اليوم أنا بس كان عندي ملاحظة صغيرة، وهي أنه أنا مثل ما تكلمنا سابقا طلعت على كتابك الذي تنوي أن تنشره عن الناسخ والمنسوخ. قرأت المقدمة ورأيتها عظيمة حقيقة. أنت بدأت بالناسخ والمنسوخ في القوانين الوضعية وبعدين في التوراة، وبينت من التوراة جمل وآيات وفقرات التي صدرت وبعد ذلك نسخت، وما هي الفقرات اللي نسخت وما هي المنسوخة أي هي، وكذلك تتحدث عن إنجيل كذلك، وطبعا عن القرآن راح تجي تتكلم بعدين بصورة أكبر. فأنا حقيقة معجب جدا بهذا وأود دائما أن أسمع منك. وأنا طبعا بس أريد أذكر أيضا ملاحظة بسيطة، بأني قبل ما نتعرف نحن سويا أنا كنت أتابع حلقاتك ونشرت في صفحتي في فيسبوك كثير من حلقاتك هذه وعلقت عليها، وردت أنه كل الناس اللي أنا عندي اتصال بهم يتعرفون على فكرك هذا، لأنه حقيقة شيء مثري، بالرغم من أنه نحن مثل ما قلنا في بعض الأمور نختلف. أنا كشخص مؤمن بالوحي، مؤمن بالكتب المقدسة، وأنت أيضا واحد اللي ما هالقد مؤمن من الناحية العقائدية، لكن مع ذلك كله هذا لا يخلينا أنه ما نستفيد منك، نستفيد من فكر بعضنا بعض بها، لأنه كل إنسان الذي يريد أن يحقق شخصه الإنساني الحقيقي الكامل يجب أن يأخذ من الجميع، يجب أن يأخذ أن يتعلم من كل الناس، ليس فقط الذين يوافقونه في الفكر وفي النظرة، لكن كل الذين الآخرين الذين لهم الإمكانية الذهنية المعرفية العلمية حول هالامور هاي المهمه للحياه، لان هذه امور جدا مهمه للحياه، وخاصه مساله اللي انت اللي تتحدث عنها هي تمس ملايين الناس الذين عاشوا وما زالوا يعيشون سوية من مسلمين مسيحيين يهود، واللي هاي صارت هالتسميات هذه صارت سبب لمآسي كثيرة لهم يعني، ونذكرها دائما، نذكر في تاريخ أسود آبائنا كان دائما يتحدثون عنها وهيك. فشكرا حقيقة، أنا جدا سعيد بهذا وجدا أخذ يعني أستفيد كثير. شكرا أبونا على كلامك اللطيف. أشير هنا أنه كتاب الناسخ والمنسوخ متوفر مجانا على موقعي، وسأعطيكم رابطه تحت هذا الشريط، وحاليا أترجمه إلى اللغة الفرنسية.
وهو يعني ممكن تحملوه تبدوا آراءكم فيه، ولا أدعي العصمة. ما في حد منا معصوم، يعني أنا بجتهد على قدر إمكانياتي، وبركن على الآخرين أنهم يدلوني على الأخطاء اللي قد أكون وقعت فيها. نعم. اليوم هنتكلم عن كيف يحاول المسلمون أن يخرجوا من الأزمة التي يعيشون بها بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية التي تكلمنا عنها في الحلقات الثلاث الأولى. أولا احنا رأينا أن تطبيق الشريعة الإسلامية أدت إلى مخالفات لحقوق الإنسان. هل المسلمون هم يعون لهذه الانتهاكات؟ وما هو موقفهم منها؟ أولا أوضح أني التقيت بشيخ في مصر عندما كنت أعمل رسالة الدكتوراه عن وضع غير المسلمين في مصر، وعندما كلمته الشريعة الإسلامية مخالفة لحقوق الإنسان، قال لي لا، احنا لا نعير أي اهتمام لحقوق الإنسان، لأن هناك حقوق الله، فكيف أنت تقارن بين حقوق الله وحقوق الإنسان؟ وعندما قلت له طيب الحرية الدينية، قال لي احنا عندنا حرية دينية، لا إكراه في الدين. قلت له هل أنت تجرؤ أن تغير دينك؟ غير دينك لمدة شهر وأنا بضمن لك معاشك لمدة شهر، وتشوف النتيجة فتشوف المغالطات اللي يقعوا فيها غريبين عجيبين. طبعا الحال هم يعني ما يقدرش يقولوا العكس، لو يقولوا إنه القرآن مخالف لحقوق الإنسان بيقطعوا رؤوسهم. طيب هلا شو إذن أولا هناك من ينكر جملة وتفصيلا وجود مخالفات لحقوق الإنسان، وأصلا عبارة حقوق الإنسان يرفضها بداية ويقول نحن نتبع ما يأمرنا به الله حتى ولو كره الكافرون، حتى ولو كره الكافرون. هلا شو اللي صار؟ إنه كما قلنا في الحلقات السابقة الدول العربية والإسلامية لا تطبق الشريعة الإسلامية بحذافيرها. نحمد الله أنهم لا يطبقوها كلها بحذافيرها. فالدول هاي عندها الإسلام دين الدولة وبعض القوانين المخالفة، والدين يؤثر في كثير من المجالات، من ملابس وأكل وطب وغيرات المجالات ودولة. ولكن مثلا لا يرجمون في حالة الزنا، لا يقطعون يد السارق إلا في بعض الدول النادرة. والدول مثلا مصر مش مستعدة أنها تروح أكثر من هذا. يعني هناك حركات إسلامية بيقولوا لك لا، أنت ما بتطبقي كل الشريعة، لازم تطبقي كل الشريعة. وحتى في منهم عملوا مشاريع قوانين، ووزراء العدل العرب وافقوا على مشروع قانون عقوبات جزائي موحد، عقوبات موحد موجود في الرجم وقتل المرتد وقطع يد السارق والى اخره. اما في الواقع ان الدول العربيه والاسلاميه لا تطبق كل هذه، هم بانتظار انه يتمكنوا. وانا قرات يعني هناك حركات إسلامية في سوريا رغم كل المصائب اللي صابتهم بيقول نحن يجب أن نطبق ما اتفق عليه وزراء العدل العرب. وهناك حتى من وضعوا دساتير ومشاريع أخرى، وأنا جمعت هذه الدساتير وترجمتها إلى اللغة الفرنسية، بحيث أنه الدولة تخضع لمزيد من القوانين الإسلامية وتطبق أكثر من مواد اللي مما مطبق حتى الآن. وهنا تسأل نفسك من هو المسلم ومن هو المتأسلم ومن هو المتعصب؟ هل أنت ستصف وزراء العدل العرب بأنهم متزمتين؟
هم وضعوا مشروع قانون طبقته داعش. لا فرق بين ما عملوه مشروع وقوانين الأخرى، والأزهر بذاته عمل مشروع، يعني وافق على قانون عقوبات مصري 1982 تماما يتضمن ما تقوم به داعش. وهناك حتى أستاذ جامعي تخرج من السوربون واشتغل في الأزهر وعلم في جامعة قطر، عمل قانون انه الجيوش الاسلاميه يجب ان تطبق الشريعه الاسلاميه وليس قوانين جنيف. عجيب، اتفاقية جنيف. ايوه. وهذا هذا المشروع اللي هو وضعه هو يتضمن داخله السبي والرق والغنائم وقتل من هم ليس أهل كتاب وفرض الجزية وما شابه ذلك، تماما كما فعلته داعش. وهذا الكتاب صدر في طبعتين في مصر، وأنت تعرف كل الكتب الدينية في مصر لا تصدر إلا بموافقة الأزهر. صح. فعلى أي أساس أنت تدين؟ وهذا قبل داعش. على أي أساس أنت تقول لا داعش لا تمثل الإسلام وأنت تصدر كتب هي التي تطبقها داعش؟ فما تعرفش إنهم مستهبلينك ولا إنهم يعني هم جاهلين، ما تدريش الوضع. هنا المشكلة الأولى، يعني هناك الطيار بتاع الدولة اللي يقول أنا اللي عملته بكفي وكتر خيري، مو عايز أروح أخطر، مو عايز أرجم، مو عايز أقطع يد السارق، مو عايز أجلد في شوارع مصر. لكن هناك يقول لك لا، هذا مو كافي، شرع الله ما تقدرش تختار منه جزء وتترك الباقي، لا لازم تطبقه كله. يعني إذا واحد يقدم لك جاجي لازم تاكلها هي وريشة وعظمها. هي باكيت، يعني باكج ديل. ايوه هي وما تقدرش تحكم عليها، لانه اذا الله اختار هذا القانون فانت باي حق انت كبشر تقول لله انت غلطان؟ يعني هذول منطقيين يعني اكثر من البقيه، لانه اذا انت امنت انه حقيقه هذا منزل من الله والله فرضه، فاذا معناته لازم تطبقه كله. هذا انا اشوف ذول اللي نسميهم متعصبين متطرفين مسلمين اكثر يعني صادقين اكثر من البقيه. صحيح. إما أن نقول، ومثل ما أنت تتفضل دائما تقول، أن نقنع نفسنا نقنع الآخرين بأن هذه هالكتب هاي بشر كتبها ناس بشر، مو الله كاتبها بيده، إنما نحن كتبناها. وطبعا ممكن يقولوا مثل ما نحن المسيحيين أنه بوحي وإلهام من الله الفكرة الأساسية، ولكن هو الإنسان اللي وضعه، خاصة القوانين والأنظمة والتشريعات قواعد الحياة يعني والعيش. هذه من أمور هي من صنع البشر. هذه تخضع للظروف اللي يعيشها الإنسان، ما هي أبدية أزلية باقية. الله تعالى هو أيوة مسائل أبدية وأزلية، هي اللي هو هي ينطينا إياها من المبادئ الأزلية الأبدية اللي ما تتغير، لكن مو القوانين اللي تنظم حياتنا اليومية اللي خاضعة لظروف الزمان والمكان، لظروف العيش. تمام. اي فأمام هذا الوضع اللي أنت عرضته حاليا، يعني بأمانة إنه هدول أمينين للنص القرآني، أجا ناس قالوا لهم يا إخوان، يعني وديتونا في مصيبة. إذا احنا عايزين نطبق القرآن كله أو حتى التوراة كلها، هاي البلد حتصير بلد همج. فهم اقترحوا اقتراح، في واحد منهم يعني اللي أنا بريده كثير فعلا، لأني كتبت سيرة حياته وعرضت كل أفكاره وعرضت المحاكمات تعرض ليها، وشنق في 1985 في السودان بتحريض من الأزهر،
والإخوان المسلمين والسعودية، المرحوم محمود محمد طه السوداني هو كان مهندس مدني بس كان يفكر، قال لهم يا ناس يعني مش معقول احنا نكمل على الطريق هاي، ما ينفعش. فهو شوف فكر، قال لك انه القرآن هذا هو جزئين، وهذا معروف عند المسلمين انه القرآن جزئين. يعني الجزء الأول اللي نزل في مكة 86 سورة، والجزء اللي نزل في مدينة 28 صورة. وفي البداية كان نسبيا متسامح، نسبيا مو 100% يعني، بس مهضوم بنقول، يعني مهضوم. لكن بعدين لما صاحبنا محمد تحول من نبي إلى نبي مسلح، من نبي عادي يعني مثل يوحنا المعمدان صوته صارخ في البرية، فاهم علي؟ وشاف انه ما حد بيتبعه، قال ما هذا مش نافع القصة هاي، انا سأحمل السيف وافرض عليهم الاسلام بالسيف. فجاءت آية السيف، الآية 5 من سورة التوبة، وجاءت هناك آية الجزية الآية 29 من سورة التوبة، وغيرها من الآيات اللي فرضت تشريعات وتمييز ما بين المؤمن وغير المؤمن. بينما في الجزء المكي كان يقول يا أيها الناس، هلا صار يقول يا أيها الذين آمنوا، وبعدين يقابلهم الكفار والملحدين و إلى آخر. فقال لهم شوفوا، هذا محمود محمد طه قال له شوفوا، الإسلام الحقيقي هو الإسلام الأول، هو إسلام مكة اللي كان محمد يتكلم مع الناس وما في تفريق بين رجل ومرأة، وكل واحد بيتحمل مسؤولية نفسه ومثل هيك، كلهم متساويين أمام الله ومثل هيك. وما في يعني كل التشريعات هدول، قطع اليد وغيرها من التشريعات، والرجم والجلد وغيراته. فقالوا احنا ناخذ فقط القرآن المكي. ولكن هو الله شاف انه هدول العرب ما ينفعهمش السلاسة، ما ينفعهمش اللطف، شافوا منهم والله هدول طبعهم يعني شوي متوحش. فقال لهم كويس نحط على جنب القرآن المكي ونزلكم القرآن المدني. هو فكر هيك يعني محمود محمد طه، قال انه الله شاف العرب هدول ما ينفعهمش اللطف، فنزل لهم القرآن المدني اللي فيه الغزوات والحوريات وغيره من الأمور هذا. فقال هذا قرآن سياسي القرآن المدني، وما عادش يناسب مجتمعنا، ما عادش يناسب مجتمعنا. فاحنا نقسم القرآن إلى قسمين، القرآن المكي هذا ناخذ به، أما القرآن المدني نعتبره هذا للقرن السابع وهذا نتركه. وكتب كتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام، عنده كتاب أنا نشرت النص تاعه وحللته وموجود على الموقع ومثل هيك. في كتاب كتبته بالفرنسي وبالعربي عن المرحوم محمود محمد طه، وضحت فكره كيف هو. هم عامة المسلمين بيقول القرآن المدني هو نسخ القرآن المكي، هم يقولون هيك، لأنه هذه هي القاعدة في الشريعة، هذه هي القاعدة في كل الشرائع، إنه القانون اللاحق ينسخ القانون السابق. صح. هو قال لا، العكس، هو القرآن المكي المسالم هو اللي ينسخ المدني. قالوا له بس انت خربت بيتنا، انت خربت بيتنا، واحنا كيف حنسيطر على الناس؟ هذول الرجال يفقدوا كل سلطتهم. اي قال لا، احنا مش لازم نفرق بين مسلم وغير مسلم، مش لازم نفرق بين رجل وامرأة، مش لازم نقبل بموضوع الغزوات، مش لازم نقبل بموضوع الجهاد، مش ممكن نقبل بموضوع الجزية ومثل هيك. يعني هو قال نحن نرجع للقانون المكي. قالوا له انت اصبحت مرتد، فحكموا عليه بالردة وشنقوا 1985. هذا هو التيار الأول.
هذا التيار الأول يعني له أتباعه. هو أسس مجموعة اسمها الإخوان الجمهوريون، بخلاف الإخوان المسلمون. يعني هنا كان الإخوان المسلمون، هو قال لا، أنا أسميهم الإخوان الجمهوريون. فهمت علي؟ ولحد اليوم هناك له أتباع أتباع في السودان وغيره. وكما قلت أنا نشرت كتاب عنه بالفرنسي والعربي. و يعني التقيت في مؤتمر على الفيديو كونفرنس مع ناس من الازهر وغيره، قلت لهم ليش انتم ما بتعتذروا على انكم انتم اجرمتوا بحق محمود محمد طه؟ انتم اصدرتوا فتوى بقتله، انتم اصدرتوا فتوى بقتله وقتل على اساس فتوى الازهر، فاعتذروا. قال لا احنا ما قتلناه. قلت له ما انتم اصدرتوا الفتوى، كيف يعني؟ وعائلته للمسكين قالت عايزين تعتذروا، عايزين تعتذروا على مستحيل يعتذروا، لانه هذول اذا يعتذروا معناته انهم غلطوا. وتعرف الازهر ما بيعلم القران المكي، الازهر بيعلم فقط القران المدني. فقط عجيب. ايه القران المكي لا يعلم، لازم ما يعترفون فيه، ما يعترفون به، لانه القران المدني هو معتبر ناسخ للقران المكي. عجيب. فكيف هم يعلموا قرآن منسوخ؟ صح. فاهم علي؟ فهم ما يقولوها يستحون او بس هذا هو الواقع. خذ كتبهم ما فيش فيها دراسة للمكي، وكل دراستهم قائم على القرآن المدني كله. وكل الجامعات العربية نفس الشيء، ما في جامعة بتعلم القرآن المكي، كلها تعلم القرآن المدني. وهي المصيبة تاعتنا احنا، انه هذا عايز يطلعهم من المصيبة يعني باسلوب سلس، باسلوب سلس، حيلة، هي حيلة، هي حيلة. انت تعرف هو يذكر بكلام السيد المسيح، قالوا له هل يحق له واحد انه يتجوز اكثر من مرة؟ قال له لا، ما هو بالبداية كان واحد. قال له طب ليش موسى سمح بذلك؟ قال لقساوة رقابكم، قلوبكم. هو قال هو نفسه، ايوه قلوبكم. فهو نفس الشيء بالقران، قال القران المدني جاء علشان الناس قلوبهم قاسيه، فاحنا نرجع للاصل. قالوا له لا، وقفوا عند حده وقالوا له لا عزيز قلبي، لا عزيز قلبي، انت مرتد، وشنقوه. اظن كان عمره 76 سنه المسكين. اي يعني مصيبه المصايب. مو ضرورة توافق على كل كلامه، بس يعني هو أسلوب سلس من داخل النظام الإسلامي. يقول لك يعني إحنا ما بننكر القرآن، بس بنقول ناخذ الجزء المنيح ونترك الباقي. مثل ما نفس الشيء يعني أنت على عيد الميلاد ربما حتطبخ دجاج أو بط أو شيء، مش حتاكل البط مع ريشها، أكيد مش حتاكل البط مع عظمها. فهو عايز يعني يطعمهم الشيء الطيب ويخليهم يتركوا الباقيين. قالوا له لا، تبدا بتاكل الريش وتاكل العظم. يا عمي هذا بصير فيك مغص، بصير بالنسبه لهم اطيب المدني، اطيب المديني، اطيب لانه في غزو، في مصلحه في ارضاء إشباع الشهوات والغرائز، هي هاي. أما المدى مثل ما كان عندي واحد صديق مدير مدرسة كان قبل 30 سنة هيك، قال فمرة سألني شلون الجنة، نحن جنة عندنا حريات وعندنا هيك وعندنا هيك، انتم عندكم؟ قلت لا، الجنة يقول المسيح انه لا يتزوجون ولا يزوجون، انما يكونون كملائكة الله يسبحون الله ويمجدونه. قال وجهنم؟ قلت له جهنم ايضا لا، ما من انه نار ومع نار وما اعرف ايش، وانما انه نوع من انسان يجرد
من نعمة الله فيعيش في ظلام، يعيش فيها. قال لي ايه يا ابونا، هاي انتم لا جنتكم جنة ولا جهنمكم جهنم، اذا ما جنة بيها حريات، بيها اكل وشرب وانسى، شلون جنة هذه؟ والجهنم اذا ما بيها شياشة وحرق، شلون جهنم؟ لا جنتكم جنة ولا جهنمكم جهنم. هذا كان يقول يظهر انه في الجنة ما في حريات، مو عيب. مو عيب كشمرتوا علينا. مو عيب كشمروا علينا. شو القصة هاي؟ الحاصلة لأنه هذا صاحبنا ليكسنبرغ هو سرياني لبناني عايش في ألمانيا، بيكتب تحت اسم مستعار. قال لهم لا، إنه الله ما وعدكم مش الحريات، وعدكم بعنب أبيض. هذه شلون عملها يعني؟ تعرف هو كبير بالسن، بفضل العنب الأبيض على الحوريات. فيظن انه الكل هيك، يعني يظن انه الجميع يعني هيك. انا اعتبر، فانا تكلمت معاه، قلت له بس استاذ ليكسنبرغ انت خربت بيتنا. انت خربت بيتنا. كيف تقنعهم انه عنب ابيض؟ تفضل شوف واحد شهيد يفكر انه في الجنه في حريات، فيصل هناك ربنا يعطيه طبق عنب ابيض، يقول له لا انت شو على هاي، انا جاي اموت، انا جاي اموت على طبق عنب ابيض، احنا يا ما عندنا عنب. غشيتني يعني. فبتصير فضيحه. انت شو كذبت علينا؟ كيف انت لا. تخلينا نموت ونستشهد كله على سله عنب؟ الحاصل، فهذا صاحبنا التيار الاول قال لهم شوفوا احنا نقسم القران الى قسمين، القران المكي ناخذ به والقران المدني نتركه على حده. قالوا له لا، شنقوا. اجى ثاني قالوا لهم شوفوا اللي في مشكله اخرى. قال له ايه؟ قال له لانه الشريعه الاسلاميه لها مصدرين، المصدر الاول هو القران، والمصدر الثاني هو الحديث السنه، والسنه ابشع من القران، لانه على الاقل في القران بيقول لك لا اكراه في الدين، اما محمد بيقول لك من غير دينه فاقتلوه. فهمت علي؟ يعني طلع مشكله. فهم قالوا لا، احنا الحديث اللي ينسب لمحمد هذا مو كلام الله، فما ناخذ به. فهذا الحديث، وبعدين ما احنا شاكين في اصله، يعني مين سمع محمد؟ ما حد سمع به، والكتب الحديث اللي كتبت اكثر من 200 سنه بعد وفاه محمد، كيف تضمن انه محمد قالها؟ ايه، وبعدين هذا في كلام مخالف لما في القرآن. فقالوا احنا نقسم الشريعة الإسلامية لقسمين. هذا محمود محمد طه قسم القرآن إلى قسمين، مش هيك؟ مكي ومدني. هذول شو قسموا الشريعة لقسمين؟ القرآن والسنة. قالوا السنة ناخذ بيها لأنه ما حد يقدر يمسه للقرآن، خط أحمر. فهم علي؟ أما الحديث بيقولوا احنا ما شاكين فيها. فهناك حملة كبيرة ضد البخاري وغيره. يقول لك هذا البخاري مو أكيد إنه كتبه، وهذا كان أعمى حتى ما كان يحكي اللغة العربية، كيف يكتب كل هذا كتب الحديث هذول من وين جابها؟ هاي كل اختراع مين ومين؟ فهم علي؟ ومعقول إنه هذا كل الحكي اللي كتبه في صحيح البخاري كله جاي من محمد؟ مو معقول. فهنا صاروا يعني هناك تيار يقسم الشريعة إلى قسمين، نقول القرآن ناخذ به، ما نقدر نتعدى على القرآن، أما الحديث لا، هذا الحديث الله ما قالوا. وحتى تعرف في هذول بيسموهم القرآنيون. القرآنيون بيقولوا احنا بناخذ فقط في القرآن، والحديث احنا ما بناخذ به إلا إذا اتفق مع القرآن. فهم علي؟ وحتى واحد رشاد خليفة هذا عمل كتاب إنه هذا القرآن معجز لغويا، والرقم 19
والمعجزة العددية ومثل هيك. لكن من يوم من الأيام شو عمل؟ أولا جاء عد آيات القرآن ما زبطت الحسبة معه، فراح حذف آيتين من القرآن. لأنه شلون يعني؟ ايه هو ترجم وباللوح المحفوظ هم يقدر يعني وصل على اللوح المحفوظ ايضا مساحه. قال لك هذول الايتين مش من القران، هذول اضيفت، وبرهان ذلك انها خربطت علي الحسبه. فهو ترجم القران للانجليزي والايتين المذكورتين حذفهم. وكتب كتب في الهوامش هذول الايات انا حتى حذفتهم لاني ما بعتبرها من القران. طب منيح، قالوا له هاي مسامحينك فيها. بعدين شو قال؟ قال لهم لا بس الحديث برضه هذا حديث الشيطان وحديث النبي محمد. قال لهم الحديث هذا صنع الشيطان مو صنع محمد. فقالوا له لا انت بعدت شويه، ومو فقط هيك، قال لهم انا اسمي رشاد، وهناك فرق بين النبي والرسول. النبي هو محمد، اما الرسول هو انا. جميل جميل. إيه ما ادعى انه جبريل جاء قال له كان لازم يدعي انه جبريل جاء بالحلم وقال له هيك وهيك. لا قال له ما هو كلمة رشاد موجودة في القرآن، هو كان يذكرني أنا. أيوه أيوه. فقالوا له لا أنت زودتها. ابن الحلال حلو مسكين أصدروا ضده فتوى، قالوا له أنت مرتد. فقتل على أساس هذه الفتوى. كان طالع من مسجد في الولايات المتحدة، واحد أطلق عليه النار وتوفى. هذا هو أحد القرآنيين، وهذول كثار القرآنيين، هذول كلهم بفكروا إنه والله إيه يعني هم شوي مهلوسين. وحتى واحد يعني قال إحنا الحديث مش عارفين نتصدى له، كيف نتصدى للقرآن؟ الشعب مش هيقبل منا. فهم يعني بيحاولوا يداهنوا منيح. هذا التيار الثاني إنه تفرق بين الحديث وبين القرآن. فإيه يعني مثلا حد الردة مش موجود في القرآن حرفيا، صح. بينما في الحديث بيقول لك من غير دينه فاقتلوه. وكثير من الآيات من الحديث الأخرى الشنيعة الموجودة في الحديث قال هاي كيف نتخلص منها؟ أحسن شيء يقول إنه هذا الحديث من عمل الشيطان. بس هو منسوب لمحمد، قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي. ما هو بقول لك لا، ما هذا ما حد سمع شيء، هذا شاهد ما شافش حاجة. شاهد ما شافش حاجة. مثل عادل إمام قال لك لا، هذا كل الكلام المنسوب لمحمد كله كذب بكذب، كله كذب. اجى واحد قالوا له طيب هلا وبعدين، هو القرآن في مشاكل، القرآن في مشاكل. قال له يعني كيف مشاكل؟ قال هاي ما في سبايا وملك اليمين وقطع يد السارق وضرب المرأة. قالوا له لا احنا بندبر لك اياها. كيف بدك تدبرها؟ قال بالتأويل. فقالوا اضرب المرأة، لا هي مش ضرب، هذا تعني كلمة أخرى. أنت لما تقول ضربت تلفون ما ضربت التلفون، فاهم علي؟ فهم حاولوا يفسروا الكلام على طريقتهم. وقال له قطع اليد، وقطع اليد ده موجود. قال لا هي مش قطع اليد. قال له ولا إيه؟ قال له هاي يعني إنك تغني الشخص، تعطيه فلوس كفاية وتعطيه شغل حتى ما يحتاج يسرق. وبهذه الطريقة أنت قطعت يده. غريب هاي. قطعت السرقة. فتعرف واحد من الشيوخ الزاهرة قال حكي هذا، جو علي على التلفزيون قالوا له أنت تستهزئ بالأديان. صحيح. قال لهم يا جماعة أنا بحاول يعني أبيض الأمر، أضبط إليكم. قالوا له لا هذا استهزاء بالأديان. فتعرف شو صار فيه؟ حكموا عليه بالسجن لمدة سنة. علشان فقط حاب يقول لهم انه والله هاي قطع اليد مو قطع اليد. يعني كان يريد يجمل، ما قبلوا يجمل. ايوه. وقالوا له طيب والسبايا وملك اليمين؟ قال لا هاي مش معناها، هاي معناها غير شيء. وحاول يدور ويلف. هذا المسكين قعد سنة في السجن
وبعدين طلع من السجن، قال أنا يعني مش هخلص. هو كان يسموه خطيب التحرير، يعني الثورة المصرية، هذا كان يروح على ساحة التحرير ويخطب بالناس، فكان يسموه خطيب التحرير. وهو يعني شاف حاله منيح وحاول يعني يجمل الموضوع. لما حطوه سنة في السجن رجع له عقله، فشو قال يعني أنا مش هخلص. تعرف شو عمل؟ بعد ما طلع من السجن؟ خلع ثوب الأزهر وراح يبيع سمك بشوارع القاهرة. اوي مسكين. لأنه قال شو يعني أنا كل مرة بحكي كلمة بحطوني بالسجن، شو استفدت؟ الله. هذا مش جايب لي إلا وجع الرأس، أفضل شيء بروح أبيع سمك. فراح اشترك مع واحد تاني يبيع السمك على العرباي في شوارع القاهرة. هو خريج الأزهر. ايه يعني قال لهم لا، هاي مش يعني مش ناجحة معي، فأنا شو أعمل؟ أروح أبيع سمك وارتاح. وهذا فعلا هو صار. حتى الآن أصدر عايش مرتاح البال. أيوة، وقرأت له مقال مؤخرا بيقول ما في ناسخ ومنسوخ في القرآن. ما أعرف كيف ضبطها، بس يعني هم يحاولون كلهم عملية تجميل. يعني بدل ما تقول الصراحة إنه والله القرآن هذا بشري وفيه الغث والسمين، وناخذ منيح مثل الدجاجة فيها ريش وعظم ولحم، ناكل اللحم ونرمي الباقي. قال لا، هي كلها لازم تاكلها غصب عنك. طبعا اذا المقدمه صحيحه فالنتيجه تكون صحيحه، لكن المقدمه خطا فالنتيجه خطا. اذا يقول انه كلام بشري هذا اوكي، ممكن يغيرون وهذه وخلي يبينون المسائل الجميله البي القضايا الساميه ايوه، مثلا أوكي. حب الوالدين، حب اليتامى. ايوه هذا ضده. أيوة. الصدقة والرحمة بالأرامل وبالمعرف إيش، هاي حلوة جميلة، خصائل جميلة. أما ولا يقولون أنه لمن قالوا من الله وصدقوا ما قالوا وراحوا وبنوا عليه وبنوا. اليوم طبعا يشوفوا أنه جدا صعب أنه تهدم كل هالبناء اللي صار مئات السنين بنوا عليه. فطبعا جدا صعب، لكن هو الاساس لازم يصلح. يصلح الاساس انه هاي على هاي النقطه، كلام بشر، كلام ناس كان عندهم. في ناس اجوا قالوا حل اخر. قالوا ايه الحل تاعك؟ قالوا احنا نقول انه القرآن والسنة هي من القرن السابع وبنربطها بالقرن السابع، والقرآن بيقول له انه النبي محمد هو خاتم الانبياء، مش هيك ختم الانبياء. طيب يعني معناته ايه؟ عند المسلمين كله ختم الانبياء يعني ممنوع تعلن نفسك نبي، وكل اللي عمله نبي هو صحيح، وبعدين اليوم اكملت لكم دينكم ومجبور انك تتبع الاسلام. قال لهم لا 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 لا، هذا مفكر تونسي. قال لهم لا 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 لا، هي مش هيك. قال له كيف؟ اخر نبي يعني الله مش محتاج يبعث غيره من الانبياء، فمعناته الآن الإنسان هو اللي يقرر مصيره بيده. يعني مثل إيش؟ مثل أنت لما كنت صغير أبونا كان يطعموك الحليب بالقنينة. لما كبرت صرت تاكل لحم ومشاوي ومثل هيك. أي نحن نقولها بالنسبة للتوراة والشو اسمه. أيوة نقولها تمام. فهو يقول لك إنه يعني مع تطور البشرية ما عادش محتاج. يعني انت تصور استاذ جامعة يجي على المدرسة وحامل قنينة الحليب ويرضع فيها مثل الطفل، بيقول له انت انجنيت ولا كيف؟ فهم علي؟ انت انجنيت مثل. فهو بيقول لك انه الله فطم الانسان، فطم، ما عادش محتاج لانبياء. والان الانسان يدبر حاله. فقال احنا نربط القرآن والسنة بالقرن السابع واحنا نستعمل عقلنا. طيب واحد قال له لا، قال غير شيء. قال له لا، شوف، يعني واحد منهم
قال له أنا رحت قلت له هذا حسين فوزي هو مفكر مصري، قلت له كان في زمانها بيعملوا مشاريع قوانين قطع اليد ورجم الزاني وقتل المرتد وغيره في جريدة الأهرام. قلت له يا حسين فوزي أنت زعلان ليش؟ ما هو الله بيقول لك اقطع اليد، خليه يقطع اليد، شو حجتك عليه؟ قال إذا لي ما زال الله أنت تؤمن أنه الله. أنا قلت له هيك. قال لي بس أنت ممكن تقول لي كيف الله خلق العالم؟ قلت له أنا بدي ترد لي على سؤالي، ما تقعد تدور لي على مشاكل. قال لي بس دور روحك علي. قلت له إيش شو المشكلة؟ قال له إنه الله خلق الدنيا في 6 أيام. قلت له إيه صحيح، هاي حسب قولة التوراة. قال لي واليوم السابع شو عمل؟ قلت له اليوم السابع استراح. قال لي واليوم الثامن شو عمل؟ قلت له التوراة ما قالت شو عمل. قال لي لا قال. قلت له شو قال؟ انا كنت بكون رجل دين مسيحي، ما قالوا لنا شو عمل اليوم الثامن. انت من وين لا جايب؟ لا انت من وين جايب لي اياها هاي؟ زدنا ايوه علم زدنا علم. بقول له رب زدني علما. فقال لي لا، ما هو الله قبل ما يروح على العطله تاعته لما عمل ال6 ايام كان وراء الله كل شيء حسنا، صح. فمعناته ما عادش محتاج يرجع للشغل. أنا خلاص انتهت مهمته. انتهى الشغل. يعني قال لي مثلا واحد انت بتعطي واحد يعمل لك البنطلون، بيعمل لك البنطلون بسلمك البنطلون وخلص وبتدفع له اجار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا قلت له طيب واحنا وصلنا فين مع الكلام تاعك؟ قال لي هلا اللي موسى لما اجى قبل ما الله يروح على العطله ولا بعد ما راح على العطله؟ قلت له لا تاريخيا هو بعد ما راح على العطله. قال لي مش معقول الله يبعثه لانه الله بالعطله، اذا الله بالعطله ما عنده شغل. لا يبعث مين يبعث الا مين؟ قلت له طيب هاي مقبوله. طيب والمسيح الله بعثه قبل ما يروح على العطله ولا بعد ما يروح رجع من العطله؟ قلت له لا هو ما رجعش للعطله على رايك، فبعثه بعد العطله. قال لي بس مش معقول الله بعثه لانه الله بالعطله. قلت له طيب محمد؟ قال لي محمد الله بعثه قبل ولا بعد؟ قلت له بعد. قال لي معقول؟ ايه. قال لي لا لانه الله بالعطله. قلت له ايش النتيجه اللي تصل لها؟ قال لي كل الانبياء كذبه، الله لم يرسل احد، كل من اجى على حسابه. ما يجيش واحد تقول لي الله بعثني لانه الله بالعطله. فانت قاعد تكذب على الله، قاعد تكذب على الله. فانا قلت له طيب اذا كان الموضوع بهذه السهوله، فانت يعني هو بيقول لي الله ما قالش اقطع اليد لانه الله ما ارسلش حد من الانبياء. فهمت علي؟ فهذا كله كلام هشت على الله كله. فهم علي؟ يعني بتضحك على الله. قلت له اذا كان الامر بهذه السهوله، طيب انزل من اللي هو كان في مبنى الاهرام. مبنى الاهرام 16 طابق، الحكومه واضعين فيها كل المثقفين المصريين الكبار وكل اسبوع يكتبوا مقال مشان تضمن امانهم، تضمن يعني ولائهم للحكومه. حاطين كل المفكرين الكبار في العماره هاي ومعطيهم مكتب وخدم وكله مجانا. اي فكل المفكرين الكبار حسين فوزي وزكي نجيب محمود وغيره وغيرات وكلهم حاطينهم بال 16 طابق هدول فقط مشان الدولة تضمن انهم يكونوا اولياء للحكومة. فانا قلت له بقى الحالة هاي اذا بالسهولة هاي الكلام تاعك انزل على الشارع، انزل من طابق 16 وخبر الشعب والله الله ما بعث لا انبياء ولا غيره. هذا كله كذب على الله. قال لي شو انت ناوي يقتلوني؟ قلت له لا عاد انت شاطر فقط بالحكي.
انت بس فقط بالمكتب مالك طابق 16. والناس مساكين داخلين على الارض. قلت له ايش الحل تاعك؟ قال لي شوف، الشعب مش ممكن تكلمه بالحقيقة، أوه. لو تحكي له بالحقيقة بيقتلوك. أوف. قلت له طب كيف نعمل؟ قال لي لازم تتحايل على الشعب. مم. تعرف مثل واحد بيعمل تزلج على الجليد، ما تقدر تزلج من فوق نازل تحت للواد، تكسر ركبتك. مم. فشو لازم تعمل زجزاج، تعرف تلف وتدور مثل هيك، وبعدين على الله تصل بالسلامة للواد. غريبة غريبة. قال لي الشعب مستحيل تعرف تكلمه كلام صريح. قلت له انا بصراحه كنت حاب اقول في الدكتوراه تاعتي انه ما في وحي وهذا كله هشت. قال لي شوف، ممكن تقوله، بس ليش انت تفتح الباب لواحد يعرف يفتحه؟ خليه يفتحه هو. مهم. قال لي ايه، انت مش ممكن تقنعهم، فانت تشرك منهم، انت فقط الباب مفتوح، اللي عايز يدخل يدخل. قال لي عدد قصة حلوة، قال لي إنه تعرف إنه أنا تعشيت مع شيخ بيقول لي النبي يونان ده بلعوا الحوت. مم. قال له أنا تعرف أنا متخصص حيوانات بحار، مم. وبعرف بمنطقتنا ما في حيتان تبلع شخص. مم. فهذا كله كلام مو معقول. قال له أنت شو يدريك، ربما في حوت في مدينة كاملة وفيها شوارع. قال له اكيد واحد قاعد على طرف الشارع وبدخن شيشه. ما يقول ما يكون بداخل حسين. الشيشة. فقال لي حسين فوزي، انت تفكر تعرف تقنعه هذا الشيخ؟ مستحيل المستحيلات. قلت له طيب شو سويت معه؟ قال لي كنت له حق معك. حق معك. حل عن ظهري. آه. فهو قال لي لا تفتح الباب لحد، اترك مم. الواحد يفتح بذاته، انت دل على الباب وهو يفتح اللي يريده، بس انت ما تعرض مم. حالك للخطر. هو قال لي هيك. قال ايش يعمل؟ في عادة، هذا واحد من الطيارات. طيار آخر شو يقول لك؟ يقول لك إنه تعرف إنه الشريعة الإسلامية كلها مبنية على نظام الوحي. نظام الوحي هذا الأساسات، هذا الأساسات الوحي. وبعدين هناك الفروع، قانون العائلة، قانون البنوك، قانون الصحة، قانون الحجاب، وقانون الحرب، وقانون هذول بسموه الفروع. مم. الفروع، فهمت علي؟ فالشريعة الإسلامية بشبوها لشجرة، مم. إلها أصول أو الجذور، وإلها فروع. مم. فيقول لك أنت ما تقدرش فقط تداوي الفروع، أنت لازم تضرب الأصول، جذور. وضرب بالضبط. الجذور إنك لازم تقضي على فكرة الوحي. إذا أنت لم تقضي مثل ما أنت قلت، إذا أنت ما بتقول إنه هذا الكتاب بشري مش هتخلص. نعم مستحيل. فهم المفكرين المسلمين اللي عايزين يعني يقولوا احنا هنضرب الجذور والفروع بحد حالها هتنشف. فهذا هو اسلوب التعامل. يعني اجى ناس قالوا لك انه والله القران هو قسمين، وبعدين قالوا لك احنا مش عايزين الحديث، فعايزين فقط القران. بعدين قال لا احنا نربطه بالتاريخ، والتالي قال لك لا، الله راعى العطله وما عادش لا ارسل انبياء ولا غيره. يعني هو يضرب اساسات الشريعه الاسلاميه، يضرب اساسات الشريعه يعني الاسلاميه. كل هالتيارات موجودة، يعني حقيقة هي موجودة. موجوده، بس المشكله فين؟ انه هدول كلامهم عامة لا يكتب مم. صح. أو لا يعلم. مم. أنا تعرف أعلم أصول الشريعة، قالوا لي أنت كيف واحد مثلك قال لي أعلم أصول الشريعة؟ يعني إحنا ناقصنا ناس آه. بدك تعلم آه. أصول؟ آه. شو تعلم أصول الشريعة أنت؟ شو إحنا عايزين نعرف والله شو هاي الأصول اللي أنت بتعلمها. قلت لهم أنا بعلم تماما اللي يقوله الأزهر، لكن إضافة إلى ذلك بعض آراء المخالفين.
ففي آخر كتابي عن أصول الشريعة هناك كل الأشخاص اللي كلمتك عنهم، فكرهم، تحليل لفكرهم، كله وضعته في كتاب أصول الشريعة. فهمت علي؟ وهذا عمرهم ما بيعلموه في جميل. المدارس، هذا عمرهم ما بيعلموه في الجامعات. طبعا يعني أنا بعلمهم تماما اللي يقولوا الأزهر. قالوا لي بس أنت مش مسلم، كيف تعلم أصول الشريعة؟ قلت له ما هو ناقل الكفر ليس بكافر. لا 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 كافر. ومو شرط يكون كافر اللي ينقل كفر. ايوه مو شرط. هو أنا بقول لكم، بقول للطلبة تاعتي، يعني أنا مثلا لما أبدأ دراسة أصول الشريعة لطلبتي ببدأ بقول لهم إنه موسى طلع على الجبل وهناك لا سوبر ماركت ولا غيره، قعد 40 يوم لا ياكل ولا يشرب، والله كتب القانون تاعه عم يصبعه ونحف إصبعه وما عادش يكتب بعد ذلك. وهذا كله كلام فارغ. هذا أول ساعة أبدأ فيها أصول الشريعة إني بغسل لهم مخهم، يعني بقول لهم كل هذا الحكي كله كلام فارغ ولا تصدقوا منه كلمة واحدة. بس أنا هشرح لكم بالتمام شو تقول الأزهر، وبعدين بعطيكم شو بقول المفكرين. وهذا أفكار المفكرين هاي اللي أنا حكيت لك عنها عمر حد ما علمها في الجامعة. وحتى أنا علمت هذه المادة في طلاب إلي كانوا دارسين الشريعة الإسلامية في الدول العربية، وجو قالوا لي أنت أستاذ بتعلم بالتمام اللي علموني إياه في الجامعة، مع فرق. قلت له إيه الفرق؟ إنه أنت بتضيف لهم هدول المعلومات اللي إحنا مش ممكن نحصل عليها. كل المفكرين هدول الجدد المخالفين للآراء هذا عمرهم ما جابوه. أضف إلى ذلك إنه إحنا في درس أصول الشريعة ما حد يسترجي ينظر للثاني، يكتبوا عن غيب كله، وممنوع تبتسم. إن تبتسم اعتبروك إنك يعني بتشك بكلام الأستاذ. قال لي هيك طلبة درسوا أصول الشريعة في الدول العربية الإسلامية قالوا لي إحنا في دراسة أصول الشريعة ممنوع نتنفس، ممنوع نطرح أسئلة، كل الأستاذ إحنا نكتبه وبنكرره في الامتحان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أنت طول وقتك بتنكت، طول الوقت وأنا بضحك فيهم. حتى أتذكر يوم من الأيام جاء طالبة عندي في إيطاليا، أنا علمت في باليرمو، جاءت طالبة إيطالية بتقول لي أنت بتعرف ليش أنا جاي أجي أحضر دروسك؟ قلت لها ليش؟ قال والله أنا كنت أفكر أصير مسلمة. قلت لها وإمتى حتصير مسلمة إن شاء الله؟ قالت لي لا خلصت نوبة من هالنوبة. ما عاد انت بتخلي واحد يصير مسلم. فهذه هي المشكله يعني اللي نواجهها هلا. شو يقولون هذول التيار اللي بسموه علماني او الوطنيه او المواطنه او مثل هيك؟ هذه الافكار مرفوضه من التيار الاسلامي. هلا شو مثلا احنا اعطيتك فكرته لصاحبنا للشعراوي بيقول لك من يرفض تطبيق الشريعه الاسلاميه اعطيه سنه تفكير، وبعد السنه هذه اذا هو يرفض تطبيق الشريعه اعفيه من تطبيق الشريعه بقطع راسه. اعفيه بقطع راسه. غير متسامح، كلش يعني هذا عفو عظيم. وانت شوف هذا القرضاوي شو يقول لك؟ القرضاوي يقول إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ليس له من الإسلام إلا اسمه، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، ويجب أن يستتاب وتزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وإلا حكم القضاء عليه بالردة وجرد من انتمائه إلى الإسلام وسحبت منه الجنسية الإسلامية
وفرق بينه وبين زوجته وأولاده، وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة. فهمت علي؟ الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. بس أنت تعرف شو تعني هاي الجملة؟ أنت مش منتبه ليها. لا، تعرف شو مصيره للمرتد اللي يموت؟ جهنم يروح. ابن عابدين بيقول لك المرتد هذا لا يدفن في مقبرة، يعمل له جحر ويرمى فيه كما يرمى الكلب. أوف. هذا اللي يقول فيه ابن عابدين. قال ويلف بخرقة وسخة ويرمى في جحر ويغطى عليه التراب مثل الكلب بالتمام. يعني إنسان ما له قيمة، إنسان ما عنده كرامة. هو اللي يقول لك هذا. وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة. كلمة وبعد الوفاة يعني يدفن دفن الكلب. أنت مش الواحد ما ينتبه، بس هو لما يعرف شو هي أحكام الموتى عند المسلمين يعرف إنه هاي الكلمة خطيرة جدا. هذا الإنسان مو بعدش إنسان، هو أصبح كلب عنده. أيوة. أنا ظنيت أنه يتكلم عن الآخرة يعني. لا هذا ولا يهمه. لا ولا يهمه. بعد الوفاة في الحياة بده يفصل عن مرته وأولاده ويفتح الميراث تاعه كأنه ميت. وبعد ما يموت، بعد ما يقتل، يرمى في حفرة كما يرمى الكلب. فهمت علي؟ فهناك حتى مؤتمر إسلامي عن هذول اللي يطالبوا بالعلمانية، صدر 1998، يعني مو جديد، بس هو كلام من مجمع الفقه الإسلامي. شو يقول؟ إن العلمانية هي الفصل بين الدين والحياة. نشأت بصفتها رد فعل للتصرفات التعسفية التي ارتكبتها الكنيسة أولا. ثانيا، انتشرت العلمانية في الديار الإسلامية بقوة الاستعمار وأعوانه وتأثير الاستشراق، فأدت إلى تفكك في الأمة الإسلامية وتشكيك في العقيدة الصحيحة وتشويه تاريخ أمتنا الناصعة وإيهام الجيل بأن هناك تناقضا بين العقل والنصوص الشرعية، وعملت على إحلال النظم الوضعية محل الشريعة الغراء والترويج للإباحية والتحلل الخرقي وانهيار القيم السامية إلى آخره. يوصي المجمع على ولاة أمر المسلمين صد أساليب العلمانية عن المسلمين وعن بلاده وأخذ التدابير اللازمة لوقايتهم منها. على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف العلمانية والتحذير منها. وأخيرا وضع خطة تربوية إسلامية شاملة في المدارس والجامعات ومراكز البحوث وشبكات المعلومات من أجل صياغة واحدة وخطاب تربوي واحد، وضرورة الاهتمام بإحياء رسالة المسجد والعناية بالخطابة والوعظ والإرشاد وتأهيل القائمين عليها تأهيلا يستجيب لمقتضيات العصر، والرد على الشبهات والحفاظ على مقاصد الشريعة الغراء. يعني بالمختصر المفيد انه بقول لك لا، الشريعة الإسلامية، هذا مجمع الفقه الإسلامي يقول لك انه الشريعة الإسلامية يجب ان تطبق بحذافيرها. اللي لم يطبق حتى الآن يطبق عندما يكون هناك إمكانية، ولا أحد يستطيع أن يأتي ينتقد النص القرآني بأي حال من الأحوال. هلا أنا شو بقول لهم؟ أنا بقول لهم المشكلة عندنا في الدول العربية والإسلامية أن المثقفين لا يجرؤون على الكلام، وأنا أقول إذا تريد تحل مشكلة الإسلام يجب أن تسقي مثقفين العالم العربي والإسلامي سطل خمر لمدة أسبوع، والإسلام سينتهي عن وجه الأرض قبل نهاية الأسبوع، لأنه وقتها حيفلت لسانهم.
وحيقولون كل الحقيقة. لهيك أنا دائما أقول أشرب على صحتهم، ففي الخمر الحقيقة، مش هذا هو سببها. إنه أنا أقول أن مثقفون لا يجرؤون على قول الحقيقة. يا ويل اللي يقوله. هل هم جهال لهذه الدرجة؟ لا، أكثريتهم خريجين جامعات، حاملين دكتوراه وغير ذلك، لكن ما حدش منهم يجرؤ يقول الحقيقة ويواجه الحقيقة. مواجهة الحقيقة وما في حرية. ما في حرية. أيوة، هي الحرية أساس ظهور الحقيقة. إذا ما في حرية الحقيقة ما تظهر. تمام. أبونا هلا احنا كلهم منافقين. هلا أنا خلصت الجزء الأول من هذه، كيف يحاول بعض المسلمين اللي عندهم جرأة بس قليل ما يكتبون، هم يقولون إلي بس ما يقدر، ما حد منهم يجرأ يقول الكلام على العامة. أعطيك مثال واحد أستاذ جامعي، لن أعطيك بلده، التقيت فيه في روما على الإفطار. بكل تعرف يا سامي، الدول العربية لن تتقدم إلا إذا أنهت فكر أن هناك كتاب نازل من السماء. أستاذ جامعي مسلم جيد ومن عائلة كبيرة. قلت له أستاذ الفاضل، ممكن تقول لي فين كتبت هذا الكلام؟ طلع في قال لي أنت مجنون. قلت له على إيش مجنون؟ أنت هلا حكيت الحكي هذا. قال لي قبل 50 سنة لا أحد يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام. ولنفرض أنا قلته، هل سيصدقوني؟ ومن سيعشي مرتي وأولادي؟ قلت له يعني أنت بتحكي لي كلام وبعدين تعمل لي كتب ومحاضرات تحكي لهم كلام آخر، كيف حتخرج من المشكلة؟ هي انفصام. بقول لك أستاذ جامعي بيقول لي مرض الانفصام منتشر، مرض الانفصام. بس هو مش هيجرؤ أبدا. الكلام اللي حكى لي مستحيل يقول لأنه هتعمل إيه؟ أنت تعرف معروف الرصافي، الشاعر العراقي معروف الرصافي، كتب كتاب عنوانه الشخصية المحمدية. كتب كتاب، بس تعرف شو كتب الوصية تاعته؟ ينشر هذا الكتاب 50 سنة بعد وفاته. عرف هو مسكين، عرف ايش 50 سنة وبعد 50 سنة بعد وفاته صدر الكتاب. جميل. بحياته ما كانش يقدر ينشره، لأنه يقول هلا لو ينشروا الآن حيطلعوني من قبري ويجرروني في الشوارع البغداد. بالضبط، مع الأسف. فالكتاب تاعه متوفر بالسوق الآن، نشرته دار النشر بسموه دار الجمل في ألمانيا، فهمت علي؟ بس هذا الكتاب صدر فقط 50 سنة بعد وفاة معروف الرصافي. لا، وحتى اليوم يقول لك لا، مستحيل يكون معروف الرصافي اللي كتبه. لا، مين كتبه؟ خالتي اللي كتبته. خالتي اللي كتبته. بس هنا المشكلة إنه إذا عايز تخرج من المشكلة بدك، يعني أنت مريض تروح عند الطبيب، يقول لك الطبيب هو يعرف إنه والله يعني بعيد عنك أنت مرضك يعني خطير، فهو مش عايز يزعلك، يقول لك لا أنت تعرف ده وجع راس، خذ حبة أسبرين. لك حبة أسبرين ما يساوي شيء. هاي هذا صحيح، هذا فالج، هذا مصاب بمرض خطير، ما تقدر حبة أسبرين ما ينفع. بس مين يجرؤ يقول له؟ لا أنت عزيزي أنت مرضك خطير؟ يقتله. فهو يفضل يكذب عليه، يكذب عليه. أنا الآن حاورت مع مسلمين منهم من السعودية، من المغرب، من غيره وغيراته.
قلت لهم لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وكل من يقول عكس ذلك مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية. انجنوا علي، قالوا لي أنت مش مؤدب، أنت قليل أخلاق، إزاي أنت تسبنا؟ أنت تعرف هو يشتغل في الأزهر، وكيل وزارة الأوقاف، تقول لك كلام مثل هيك، هو باني كل حياته على أساس كذب بكذب. تيجي تكشف له لعبته، تخرب له بيته، تخرب له بيته. قلت له هذا كله هراء بهراء، هذا كل الكلام تاعكم انه هذا القرآن نازل من السماء. قلت له هذا القرآن من تأليف حخام يهودي مسطول. فتصور هو تعلم طول حياته ان هذا القرآن ينزل من عند الله، وانت تيجي تقول له هذا من تأليف حخام يهودي مسطول، ينجن. ايوه هيعمل ايه؟ هيروح يقول ايه الى مرته؟ هو عايش في القاهرة، كل لهم والله أنا التقيت بواحد سامي الذيب بيقول لك هذا القرآن من تأليف حخام يهودي مسطول. يروح فين براسه؟ فهو أنا كتبت هذا الكلام على الواتساب، فهو بالمجموعة اللي يقرأ المقالات تاعون هدول قال تحية للمحترمين فقط. فأنا كلامي ما بيعجبه، بطبيعة الحال ما بيعجبه. طيب أنا شو أعمل له؟ أكذب مثل ما بيكذب؟ لا، أنت عليك أن تقول الشيء اللي أنت مقتنع به والحقيقة اللي إذا تشوفها، وبعدين كل واحد كيفه. تمام. كل واحد كيفه، بس يعني لازم مثل ما يقول حامد عبد الصمد هالبقاحة لازم يتنازلوا عن هالبقاحة، ما يسميها بالمصري مقاحة. فمشكلة. أنا كنت أتكلم عن المثقفين الذين قابلتهم غيرهم الذين يعرفون الحقيقة، بس يعني يقدروا يقولوها، لأن يقول عندنا أولاد، عندنا مرة، وبعدين شو هاي يشبهون. جت بالي نكتة تقول هيك، يقول مرة كان أسد وثعلب وذئب طلعوا للصيد، طلعوا يصيدون. هاي مكتوبة بالكتاب كليلة ودمنة. قال وصادوا عجل وغزال وأرنب. ورجعوا إلى المغارة بتاعهم، إلى كهفهم. أسد قال للذئب أنت اقسم الصيد اقسموا بيناتنا، وزعوا. قال يا طويل العمر يا أسد يا ملكنا المبجل، العجل إلك والغزال إلي والأرنب للثعلب، يعني كل واحد حسب حجمه وحسب هذه. يقول الأسد ضربه كف، مسكين عيونه طلعت، طبعا راسه طخ على حائط الكهف وعيونه طلعت. وبعدين التفت للثعلب قال له ثعلب أنت وزع الهاي. قال في أبسط من هذه يا سيدنا؟ قال الأرنب لفطورك، والعجل لغدائك، والغزال لعشائك. قال له لك من ذكي، من أين لك هذا الذكاء؟ قال له يا سيدي من هاي العينتين الطالعة، عينتين الذئب اللي طلعوا عينتين الذئب. فهذول المثقفين المسلمين حقيقة يعني حالهم حال مسكين الثعلب هذا. شو يعملوا يعني؟ شو يعملوا؟ ما زال ما في حرية أن تقول، أن تعبر عن ما أنت مقتنع فيه، إلا لازم تقول الشيء اللي يقولوا لك هو. وشوف هالتربية هذه من الصغر يغرسوها في الأطفال. لذلك يعني المجتمعات اللي تعيش تحت هالتربية هذه هي مجتمعات مفككة، شو يقولون، منقسمة على نفسها. المجتمع منقسم على نفسه، الأشخاص منقسمين على نفسهم، فما لهم يعني ما عندهم وضوح بالحياة، ولا عندهم تعقل صحيح، ولا عندهم تفكير صحيح، ولا عندهم منطق، ويكرهون المنطق. ما في منطق.
يعجبهم لانه هيك هم. فحالهم ايضا لذلك حال الدول ايضا هاي دائما هي في نزاعات، دائما في عدم استقرار ومشاكل. وهاي ليش؟ لانه اساسها غلط، الاساس هو خطأ، لانه ما في حريه. لكن لو في حريه تعبير مثل ما بالغرب افتهم الغرب ايضا بوقتها، يقال انه الكنيسه لما كانت هون في الغرب وسيطره، فايضا كانت به رجال الكنيسه يستعملون الدين وهذه كله يفسروه على هواهم، حتى كان يمنعون الناس من ان يقرون الانجيل حتى لا يعرفون شو اسمه يعني، لانه الانجيل ضد هالامور هذه. اللي يقرا كلام ربنا يسوع سيدنا يسوع المسيح ما يعني راح يشوف انه ما في اجبار. المسيح لما جاء واحد قال له شو عمل؟ قال اذا اردت ان تكون كاملا اعمل هيك، اذا اردت. انا ما اقول لك اذا ما تعمل هيك راح اقص راسك، لا. انما اذا اردت ان تكون اعمل هيك، كيفك انت حر، انت حر. لانه الانسان اللي بيكون حر في اختياراته هو ما يكون مسؤول عن أعماله. وإذا هو مش مسؤول عن أعماله، إذا مو من الحق أنه تحاسبه. تمام؟ ما عنده حق أي واحد، حتى الله تعالى ما عنده حق يحاسبه إذا ما معطينه حرية الاختيار، أن يختار هو الشيء اللي يريد، لكي ما عندما يختار الخير يكون هو مستحق للمكافأة، عندما يختار الشر يكون مستحق للجزاء. وإلا أنت كيف تجازي واحد وتكافئ واحد وهو ما أنت ما معطي له حرية أن يختار، أنت ما موفر له تلك الظروف التي فيها يستطيع أن يفعل عقله ويفكر صحيح وأن يختار صحيح، يكون إرادة حرة أن يختار. كيف؟ بأي طريقة، أي حق، أي قانون أو أي شريعة تقبل هذا يا أستاذ سامي؟ ما تمام؟ صحيح. هاي هي مشكلة. يعني المشكلة هي هاي، أنا دائما أقول المشكلة الأساسية هي التربية الخاطئة منذ الصغر بالبيت وفي المدرسة أيضا وفي المحلة وفي الدائرة وفي العسكرية وفي كل المجالات، حتى في الإعلام وفي في كل مكان. دائما التربية الخاطئة المؤسسة على أسس خاطئة، فلذلك كلها خاطئة، ولو تجمل بتعابير وشعارات جميلة منمقة، لكن ما تفيد. حتى لو في قوانين جميلة ما راح تصلح الإنسان، لأن القوانين عمرها ما تصلح الإنسان. التربية الصحيحة، الإنشاء التعاليم الصحيحة هي اللي تكون الشخصية البشرية الكاملة الصالحة حقيقة. نعم أبونا، إحنا هنا حنكتفي، عملنا الساعة و11 دقيقة. الحلقة القادمة حتكون آخر حلقة. نعم. كيف الغرب يواجه هذه المشكلة؟ أيوة. إحنا شفنا كيف المسلمين يحاولون على قدر الإمكان، ولكن بالسر إنهم يخلصوا من المشكلة، لكن من دون الصراحة اللي أنت تكلمت عنها يا للأسف. لكن كيف الغرب يتعامل مع الإسلام؟ ما هي المشاكل اللي تواجههم؟ وهل عندهم اقتراحات للخروج من هذه الأزمة؟ فهي حتكون آخر حلقة من حلقاتنا عن مفهوم القانون في الغرب في الإسلام. إذا انتظرونا، ربما حنعملها بعد 2-3 قبل، مشان الناس ما ينسوش اللي حكيناه ونكون خلصانين. وإذا حبيت نفتح حوارات في مجالات أخرى اللي أنا كتبت فيها واللي يهمك أو يهم المشاهدين، فأنا دائما يعني بالخدمة على كل، ونستفيد من بعضنا. تشكر. شكرا. أنا أشكرك جدا باسمي وباسم كل أصدقائي الذين هم معجبين بك ويريدون دائما أن يسمعون كلامك ويشكرك حقيقة. شكرا. الله يديمك. تسلم، واتمنى لك ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. شكرا. سلام للجميع. سلام.